في ناس اول ما تعرف ان ضرسها محتاج حشو عصب بيجي لها سيناريوهات مرعبه كتير ومخيفه، وبتقرر ان هي تخلع الضرس بدل ما تنقذه. ده ليه بقى؟ عشان في اشاعات كتير جدا منتشره عن حشو العصب، زي ان هو جلساته كتير وبيبقى فيه الم شديد وحاجات تانية كتير قوي. انا النهارده جاي اغير لكم فكرتكم عن حشو العصب. اول اشاعه معانا ان حشو العصب اجراء مؤلم جدا. دي الحقيقه اشاعه وفكره غلط خالص، لان حشو العصب هو اللي هيقضي على الالم اللي عندك. احنا جلسه حشو العصب بناخد فيها بنج، وقبل البنج كمان قبل الحقنه في بنج موضعي جل عشان حتى ما تحسش بحقنه البنج، فبتبقى الجلسه بدون الم تماما. تاني اشاعه بقى ان حشو العصب كده كده هيفشل وهنضطر نخلع الضرس بعدها. ده طبعا كلام غلط خالص. حشو العصب ممكن يفشل بس لو اتعمل غلط. خلينا نعرف بقى مع بعض ايه الخطوات اللي تخلي حشو العصب ينجح وما يفشلش. اول حاجه ان احنا لازم نعرف عدد القنوات العصبيه اللي موجوده جوه كل ضرس، وده بقى سهل جدا دلوقتي مع التكنولوجي ووجود الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد. بتخليني اعرف الضرس ده فيه كام قناه وطولهم قد ايه، فده بيخليني قبل ما اخش على الضرس عارف بالظبط انا داخل اعمل ايه. تاني خطوه بقى ان احنا نعزل الضرس او نعمل له حاجه اسمها ايزوليشن، ده باستخدام حاجه اسمها الرابر دام بتمنع دخول اي بكتيريا جوه الضرس، وده بياكد لنا ان احنا شغالين في انفايرمنت او في وسط ما فيهوش اي بكتيريا، وده بيعلي جدا من نسبه نجاح حشو العصب. الخطوه بقى اللي بعد كده ان احنا نتاكد من تطهير القنوات العصبيه بشكل كامل، وده باستخدام كل التكنولوجيا الحديثه نقدر ان احنا نتاكد ان احنا شلنا العصب كله وما سيبناش منه اي حاجه تعمل لنا مشكله بعد كده. اخر خطوه ان احنا نتاكد ان احنا عملنا اغلاق محكم للقنوات العصبيه بعد ما نخلص شغل، وده بيمنع حدوث اي تسريب في المستقبل واي مشاكل بعد كده. كل الخطوات دي بتضمن نجاح حشو العصب بنسب عاليه جدا تخليك مش قلقان من الاجراء ده تماما. الاشاعه بقى المشهوره جدا، حشو العصب يا دكتور بياخد جلسات كتير جدا وبيطول. طيب احب اقول لكم مع التكنولوجيا الجديده الموضوع اختلف خالص عن زمان. 90% من حالات حشو العصب بتخلص في جلسه واحده، وفي كمان بعض الاسنان بتخلص في نص ساعه بس. الاشاعه اللي بعد كده بقى، يا دكتور انا عملت حشو عصب والضرس بتاعي اتكسر بعد كده واضطريت اخلعه. عايز اقول لكم هو ده فعلا ممكن يحصل، بس امتى؟ لو انت بعد حشو العصب ما قفلتوش بحشو خارجي وعملت عليه كراون. للاسف لو ما عملتش كده مجهودك انت والدكتور هيروح والضرس فعلا هيتكسر. الاشاعه بقى اللي بعد كده ان حشو العصب ممكن يسبب مشاكل صحيه خطيره. الحقيقه بالعكس، حشو العصب مفيش اي دراسات علميه اثبتت ان هو ممكن يعمل اي مشاكل بعد كده صحيه. بالعكس، انت لو سبت الضرس من غير حشو عصب البكتيريا اللي فيه ممكن تنتقل لاماكن اخرى اخطر وتعمل فعلا مشاكل، ده لو انت ما عملتش حشو عصب. الاشاعه بقى اللي بعد كده انه يا دكتور طالما مفيش الم ليه اعمل حشو عصب؟ احب اقول لكم مش كل الحالات اللي محتاجه حشو عصب لازم تكون فيها الم شديد زي ما احنا فاكرين. بالعكس، في حالات العصب بيكون فيها تحلل تماما بل وبدا يعمل خراج من غير ما انت تكون حاسس باي حاجه خالص. المشكله ان الضرس ده بيبقى بمثابه قنبله موقوته، في لحظه معينه الخراج هيبدا يكبر والصديد اللي فيه يبقى زايد جدا ويعمل لك تورم ينتقل من مرحله ان مفيش الم خالص الى الم شديد جدا. طيب يا دكتور اعرف بقى منين الموضوع ده قبل فعلا ما يحصل ويبدا يحصل تورم مره واحده؟ احب اقول لك مهم جدا انك تعمل كشف دوري كل شويه وتروح عند الدكتور كل 6 شهور تعمل اشعه تشيك اب تشوف ايه الاخبار. ممكن يبقى في خراج لسه بيتكون وتلحقه بدري جدا وتنقذ نفسك من الالم الشديد. الفرق بين الخوف والراحه هو المعرفه الصحيحه. ما تخليش الاشاعات تبعدك عن الابتسامه اللي تستحقها. هنا في مركز الطوارئ بنهتم براحتك وبنستخدم احدث تكنولوجيا عشان العلاج يكون بدون الم وباعلى جوده.